عمرك حسيت إن في حاجة بتراقبك، مش من وراك لكن من جواك؟ ما كنتش مؤمن بالكلام ده لحد ما دخلت بيت جدي بعد وفاته. البيت كان قديم، كأن الزمن وقف فيه. ما كنتش بزوره عشان كان مريض نفسيا. بابا وماما كانوا بيقولوا لي كده. من أول ما دخلت البيت وأنا حاسس إن في حاجة غريبة. كل خطوة كنت باخدها كان ليها صدى صوت، صوت همس، نفس، مش عارف. بقالي كتير ما جيتش هنا، بس البيت حالته صعبة ويخوف. وأنا ماشي في الطرقة لقيت باب أسود في الآخر، باب ما كنتش شفته قبل كده. رحت أفتح الباب، الأوضة كانت ضلمة والنور مش بيفتح. مكانش في الأوضة غير مراية كبيرة متغطية بقماشة سودا. حسيت بعدم الراحة، بس الفضول كان أقوى. أروح أشيل القماشة. قربت أكتر ومديت إيدي وشلت القماشة. الأول بصيت، شفت نفسي عادي، بس بعد ثواني حسيت إن انعكاسي بيتأخر. حركة بسيطة بس واضحة. لا 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 لا، يمكن تعبان أو بهيس. لكن فجأة انعكاسي اختفى. رجعت خطوة لورا، حاولت أخرج، لكن سمعت صوت من ورايا بيقولي ما تمشيش، لسه بدري. بصيت في المراية لقيت وش مخيف بيبتسم وبيقولي خلاص، مكانك بقى جاهز. الدنيا لفت بيا وحسيت إني بغيب عن الوعي، بس في نفس الوقت في حد كان بيسحبني جوه المراية. لما فوق كنت جوه المراية، شايف كل حاجة بس مش قادر أتحرك. وهو خرج واقف مكاني، وقبل ما يمشي بصلي وقال ما تقلقش، اهتم بحياتك كويس. ومن ساعتها أي حد بيبص في المراية دي أنا بشوفه ومستني دوري.